مش معنى بقى اننا كبرنا ان احنا ما ناكلش نودلز او اندومي علشان مامتنا كانت بتقول لنا من كام سنة ان هي خطيرة وبتجيب مش عارفة ايه. لا، احنا نعملها على فكرة عادي، مش هنكبر عليها ابدا. بس احنا النهاردة مش هنعملها بالطريقة اللي متعودين عليها. احنا النهاردة هنجدد شوية وهنستخدم بقى شوية حاجات تانية من اللي بنحبها واللي برضو مش هنكبر عليها ابدا. يلا بينا. اول حاجة في الطاسة كده هننزل بكوباية كبيرة من اللبن وكمان كوباية مية علشان تستوي فيها النودلز. وبعد كده بقى هجيب كيس كده من الشيتوس بابس الكبير ده وهنزل بيه كله جوه اللبن اللي حطيناه ده، وهنستنى لما يغلي وكمان الشيتوس كله يدوب ويختفي معانا. بعد كده هننزل بالنودلز بتاعتنا وهنقلبها كده حلو لحد ما تفك معانا كلها، ونسيبها بقى تستوي في الكلام ده. وهننزل بس عليها بالتوابل بتاعتها وهنسيبها تاخد وتدي بقى مع الشيتوس واللبن شوية حلوين كده لحد ما تستوي معانا. هتشرب كل صوص ده وهتستوي معانا. هنقلب بس كده من وقت للتاني لحد ما نتأكد ان هي خلاص تمام استوت وبقت تمام. طبعا هي دلوقتي لسه قدامها شويتين. دلوقتي هي خلاص استوت معانا تماما. شايفين هي طبعا مش هتشرب كل صوص، هي هيبقى فيها شوية صوص قليلين كده بس تقال وبيبقوا حلوين قوي. وعلشان الجريمة بقى تكمل هنيجي كده بشوية شيبسي مكسرين بأي طعم بقى تحبوه. أنا استخدمت كده طعم شطة وليمون، كان حلو قوي معاها. الميكس كان بصراحة خطير، كان عاجبني جدا. شايفين شكلها حلو ازاي ومغري. عايزة اقول لكم الأكلة دي ما تتاكلش غير وهي سخنة، بتبقى حلوة بجد فظيعة. جربوها حقيقي هتنسوا كل الطرق اللي جربتوا بيها النودلز قبل كده. حلوة قوي، طعمها حلو جدا، مش هتزهقوا منها وهتخلصوها وهتقوموا تعملوا غيرها تاني. الميكس كده غريب، ما تفهميهاش هي جوسي ولا مقرمشة. حلوة قوي كده وطعمة. جربوها، من الوصفات اللي كلنا هنحبها كبار وصغيرين. الوصفة سهلة وتنفع العشاء، خفيف كده وسهل وكمان سريع، مش هياخد مننا وقت كتير في تحضيره. جربوها وصدقوني عمركم ما هتندموا. يلا باي باي.